لازم نعلم كاملين ونعمل بهم كما في الآية الأخرى عباد الرحمن الذين يمشون الذين يبيتون لربهم. امكانياتك يا قلباس بخير. الله أكبر. الله سوى الرجل كبيرك يصورك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا كلمة. خير. نحضر اليوم لهذا الموسم الديني للشيخ سيدي والشيخ حامد الكنتي. هذا الموسم الديني السنوي، وبهذه المناسبة باسم قبيلة تجكانت خاصة وقبائل الجنوب عامة نبارك لمنظمي هذا الموسم في هذا المكان، والبرنامج الذي اختير لهذه النسخة يعني فيما يخص دور الزوايا في تأطير المجتمع، وهذا ما دأبت عليه الزوايا الكنتية التي دعسيتها بكل هذه البقاع من المغرب وموريتانيا ومالي، ويعني في كل هذه الصحراء الكبرى زوايا علمية ساهمت في تأطير كما قلنا المجتمع، وفي تأطير كذلك ساكنة المنطقة. وبالنسبة لبلادنا طبعا كانت لدور الزوايا دور كبير في ترسيخ قيم والبيعة الشرعية لدى مكونات المجتمع الصحراء مع ملوك المغرب العظام، وطبعا كان للزاوية الكنتية دور كبير في هذا المجال. وبهذه المناسبة نهنئ كما قلت المنظمين، نتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح، ونعزز هذا التواصل في إطار صلة رحم بين يعني مكونات مجتمع الصحراء في هذا المجال الذي يعتمد طبعا هو مجتمع قبلي، والتواصل فيه ضروري من خلال هذه المواسم الدينية وهذه الزوايا يعني التقليدية التي كما قلت انتشر صيتها عبر كل هذا المجال. مرة أخرى أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إحياء لذكرى الولي الصالح الشيخ سيدي محمد الكنتي بن الشيخ في هذا الفضاء العلمي والروحي العريق الذي ظل منارة للعلم وجسرا لترسيخ قيم المحبة والوسطية والانتماء الوطني. كثير من الطلبة من الأقاليم الصحراوية وكذلك من وسط المغرب الذين اشتغلوا في التراث الكنتي وفي المدرسة الكنتية أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا اليوم بالحضور والمشاركة في أعمال هذا الملتقى الديني الذي تنظمه زاوية سيدي بن سيدي محمد الكنتي بضواحي مدينة قلميم. نعم، وقد كان ملتقى أو الموسم كان موفقا الحمد لله، وشارك فيه سلة من الأساتذة والباحثين المتخصصين في التصوف المغربي وفي الزاوية الكنتية وفي المدرسة الكنتية على وجه الخصوص. وقد كانت مشاركتي بناء على دعوة كريمة من الأستاذ الشيخ سيدي حبيب الله الكنتي، وكذلك أخيه سيدي عابدين الكنتي. وسعدت بالمشاركة بورقة علمية
في موضوع الزوايا المغربية وجهودها، أو الزوايا المغربية وجهودها في إغناء الحركة العلمية بالمغرب و يعني الجهاد وما قامت به من وظائف في ترسيخ الوحدة الوطنية وفي جمع الشمل بين شمال المغرب وجنوبه في الأقاليم الجنوبية المغربية العزيزة. ثم تناولت الطريقة القادرية وكيف كان حضورها وانتشارها في المغرب انتشارا واسعا على يد مولانا عبد السلام بن مشيش، الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش وتلميذه مولاي أو الشيخ الشاذلي، الشيخ الإمام الشاذلي، الذي سيأخذ هذه الطريقة المشيشية وينشرها في المشرق، وهي طريقة في الأصل هي طريقة قادرية أخذها مولانا عبد السلام بن مشيش عن أبي مديان الغوث، الذي التقى مباشرة بالشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد. ولذلك قلنا بأن هذه الطرق الصوفية لم تكن نائمة ولم تكن يعني بعيدة في منأى عن معاناة المجتمع المغربي، وإنما كانت حاضرة بجهودها بتربيتها لمريدين، وكانت أيضا تساهم في الحركة الجهادية، في الحركات الجهادية ضد المستعمر وضد الغزاة، وكانت أيضا تعلم وتربي، وكانت بالإضافة إلى ذلك تحرص على الحفاظ على الثوابت والمقدسات الوطنية. وهذا الجميل في هذه الزوايا، ولا سيما الزاوية الكنتية التي كان شيوخها يؤمنون بهذه الوظيفة، وهي وظيفة ترسيخ هذه الثوابت والدفاع عنها وجمع الشمل بين الشمال والجنوب والحفاظ على إمارة المؤمنين وعلى المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. كل ذلك ساهمت فيه الطرق الصوفية كاملة بالمغرب، سواء كانت قادرية كنتية أو شاذلية. في هذا ما حرصت أن أشير إليه في مداخلتي لنؤكد عمق هذه الروابط التي كانت تشيعها الزوايا المغربية في المملكة المغربية، سواء في الشمال أو في الجنوب، في الأقاليم الجنوبية في صحرائنا العزيزة. وكذلك امتد نفوذها مجالها وصيتها إلى موريتان، إلى شنغيط، وكذلك مالي وما وراء الصحراء الكبرى وتوات أيضا. كل هذه الأقاليم كان التصوف المغربي يشيع الوحدة ويؤصل ويثبت ويرسخ هذه العلاقات أو الصلات التي كانت تجمع بين المغاربة، سواء في الشمال أو في الجنوب أو في شنقيط أو في توات أو في مالي، وكانوا بذلك على علم بهذه الوظيفة التي قاموا بها على الوجه الأكمل. السلام عليكم ورحمة الله. مع الشيخ سيد المختار الكنتي، هذه الزاوية كذلك نهضت الأصول القادرية، فهي من الطرق الصوفية التي جسدت الاتجاه السلوكي التربوي في التصوف بامتياز، إذ ظلت تعمل على تربية المريدين، تربيتهم حتى تصل بهم إلى مستوى الترقية الروحية والنفسية، والتي ترمي إلى معرفة الله جل جلاله. والشيخ سيد محمد الكنتي كان استقر في وادي الساقية الحمراء منذ خمسة قرون، وكنت كانت دائما سلسلة الأفراد. ولما أنجب ابنه الشيخ سيد أحمد البكاي، ابنه الشيخ سيد أحمد البكاي عزري ولاته، الشيخ سيد أحمد البكاي بالمناسبة هو وليد كما جاء في كتاب الشيخ سيد محمد الخليفة بأنه ولد بوادي الساقية الحمراء. وأبناؤه الثلاثة الشيخ سيد أحمد البكاي ابنه جكاني من رماضين، والشيخ سيد أحمد الشيخ سيد عمر الشيخ وسيد محمد الكنتي الصغير أمه واحدة من العمر وقال كانت كذلك هذه القبيلة التي كانت تنتشر بهذه المنطقة. وكل هؤلاء أماتهم كانت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة زيارة هذا الولي الصالح لجميع المكونات الحمد لله القبائل اللي جات من كل اتجاهات، ورانا مهنيينهم مباركين لهم على قدومهم
وعلى مجيهم لنا في هذه الزيارة الميمونة، زيارة سيدي ولديحي والسيد محمد الكنتي، ومهنيين اللي جا كامل، ومبارك له على قدومه، وراجل له الله التوفيق والسداد، ورانا مسلمين على الجميع كامل، على القبائل الصحراء كاملة ومهنيينها وراجلها التوفيق والسداد، ومهنيين جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا الحكم الذاتي اللي جاب حكمته وبحنكته وبكرامته، ومهنينه على الحكم الذاتي على قضية الصحراء. ورانا جنودا مجندين وراء جلالة الملك حفظه الله ونصره. هذه قبيلة كنتة بأكملها، رانا جنود مجندين وراء جلالة الملك، وشاكرين الحضور كامل الكريم اللي جاء من كل اتجاه. والسلام عليكم ورحمة الله. قديما قيل إن المعارف عند أولي النهى ذمم، مجسدين وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: من أبر البر أن يصل المرء أهل ود أبيه. وقد قال الجد الأكبر الشيخ سيد أحمد البكاي بدمع عزل ولاة في وصية له جامعة شاملة اختصر منها على هذه الكلمة الكافية الشافية: صحبة يوم صحبة، وصحبة شهر عهد، وصحبة سنة، وصحبة سنة رحم، وصل الله من وصلها وقطع من قطعها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما نعبر لجلالتكم مولاي صاحب الجلالة عن إشادتنا بالحنكة الدبلوماسية للمملكة المغربية الشريفة تحت قيادتكم الحكيمة في تدبير ملف الوحدة الترابية، حيث تكللت الجهود بتبني مجلس الأمن للقرار 2797 الذي يعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الواقعي والأساسي لحل قضية الصحراء المغربية، مما يعكس الإجماع الدولي على مقترح المغرب. ونعبر لكم يا مولاي عن فخرنا البالغ بسياستكم الرشيدة التي تنهجونها لإسعاد شعبكم الأبي حتى يتبوأ المكانة الراقية التي يستحقها بين الأمم. أبقاكم الله يا مولاي ذخرا وملذا لهذا البلد الأمين ولشعبكم الملتف حولكم والمتعلق بأهذاب عرشكم المجيد، ومتعكم برداء الصحة والعافية، وحقق على يدكم ما يصبو إليه أبناء هذه الأمة من رفعة وسؤدد. والسلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. السلام عليكم.